السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كبدة الشارع او كبدة العربيات. طبعا مين فينا بيعدي من على جنب العربية وما بيشمش الريحة ويبقى هيجن عشان ياكلها؟ ولما اولادي يطلبوها يبقى لازم اعملها في البيت. انا ما باكلش عيالي من اكل الشارع نهائي. الكبدة دي سهلة جدا وبسيطة جدا، مش تاخد منك 10 دقايق وانت بتعمليها. اهم حاجة التركات اللي هتطلعه معاكي ناجح: قرن من الفلفل الرومي وقرن من الفلفل الحراق. حابة تستغني عن الحراق ده اللي هو الحامي يعني بلاش منه. راس توم كده تكون محترمه قشريها وحطيها في الكبه في الهون بالطريقه اللي تعجبك، مفيش مشكله خالص. هنحط كمون، هنحط الكزبره الناشفه. الكزبره الناشفه من اساسيات التوابل بتاعت الكبده والكمون، ولا غنى عنهم طبعا. اهو هنقول بقى فلفل اسود والكلام ده كله، انا ما بنحطش فلفل اسود، هو الكزبره والكمون والملح بس. ما نحطش فلفل اسود، لا مش هحط فلفل اسود. الطريقه دي زي طريقه العربيات بالظبط، ومن حد انا اكلت من عنده مره وقال لي على السر، ومن ساعتها وانا بعملها بنفس الطريقه بتاعته. بجد اول ما بتعمليها بتقلب الدنيا. معلقتين زي ما انتم شايفين كده من الخل، وعصره ليمونه كامله، تكون ليمونه حلوه كده محترمه كبيره، تعصريها كده زي ما احنا شايفين كده، طبعا مصفيه من البذر وكل حاجه اهي. وهبدا بقى ان انا اضربها زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. زي ما قلت لك، اساسيات الكبده عشان تطلع طعمها زي بتاعه الشارع بالظبط هي حاجتين: هي الليه والخلطه اللي احنا بنعملها دلوقتي دي. ما عندكيش ليه ممكن تحطي اي سمين، اي حاجه عندك مفيش مشكله، مفيش مشكله برضو. دي من الاساسيات بتاعه الاكله اكتر من اي حاجه تاني. هنمشي مع بعض بالخطوات وهقول لك هنعمل ايه. هاتي اي طاسه بس تكون واسعه، وحطي فيها حبه من الزيت محترمين، وهتنزلي عليهم بالليه. اول ما الليه ما تبدا انها تتلون، احنا مش هستنى عليها لما تحمر او تنشف مني، انا مش عايزه كل الكلام ده. بصي يعني كلها على بعضها حوالي 50 جرام، ما هياش كتير. الناس ما بتحبش الليه ما تحطهاش، ولو الناس بتحبش الليه كتير برضو هم دول حلوين قوي. انا عايزه ريحتها، انا مش عايزه منها اكتر من كده. 50 جرام كده من الليه زي ما انتم شايفه. هشوحها بس كده في الزيت. اول ما الزيت بتاعي يسخن واحس انها بدات تصفر معايا، مش خدت لون تحمر، هبدا انزل معاكم بقى بالخلطه اللي انا عاملاها. شوفي بقى الريحه اول ما بنزل الخلطه دي مع الليه ومع الزيت، هما ما بيغلوا كده. مش عايزه اقول لك بقى الدنيا بتقلب والريحه بتقلب والدنيا كلها بتشم ريحه الكبده بتاعتي. اول ما انزلها كده اديها تقليبه وانزل بالكبده على طول، ما تستنيش حاجه، فورا تروحي منزله الكبده. تقليبتين كده، ما تكتريش في التقليب، اهو مجرد بس ان انا امزج الخليط اللي انا بتاع الثوم والفلفل اللي انا عملتهم دول مع الكبده، وهسيبها. مش هقلب كتير، هسيبها لحد لما كلها تبقى تاخد لون. والتقليب هيكون زي ما انت شايفه كده من على الحروف بس، مش هقلب كتير، لحد لما تبقى معايا زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقيه الخلطه في المرحله دي هنزلها عليها برضو، هتكمل معايا. خلاص انا كده تقريبا الكبده بتاعتي استوت. هي ما بتاخدش معايا تسويه، بس عشان خاطر بدايه حبه الصوص اللي باقيين دول انا هحطهم عشان خاطر برضو تفوح معايا في الريحه اكتر. وهنزل بس بالفلفل، تقلبتين في الفلفل، انا مش عايزه الفلفل بتاعي يدبل، يا دوبك بس هقلب تقلبتين زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا الجلاله خدتني وانا رحت موقعه من الكبده بره، بس مش مشكله. عايزه اقول لك ان الريحه كانت خطيره وتحفه جدا. عايزه تعمليها في عيش بلدي اوكي، عايزه تعمليها في في عيش فينو برده مفيش مشكله، اللي يريحك. بصي الطريقه اللي تريحك فيها، بس انا حبيت ان انا اعملها زي ما بياكلوها في الشارع. هما بياكلوها عندنا في الشارع بتتعمل بالعيش البلدي، في ناس بتحبها بالفينو بتبقى خطيره برده، بس انا فضلت ان انا اعملها بالعيش كده وعليها طحينه وفلفل حراق كده وشويه مخلل، وبتبقى زي الفل. اعمليها بالطريقه دي وان شاء الله لو جربتيها بالطريقه دي هتحسي فعلا انك تاكلي عربيه الشارع. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش بقى باللايك. احلى كبده عربيات، احلى كبده شارع، جربيها ومش هتندمي. انت ممكن تعملي الكميه دي وتاخديهم وتطلعي بره وياكلوها معاكي في اي جنينه في اي مكان، هتبقى حلوه جدا معاكي. ومش هتحتاجي انك تشتري كمان اكل من بره، والاكل بيبقى زي اللي بره بالظبط، يمكن احلى. اهو ده الساندوتش بتاعي يعني ما شاء الله. طبعا ده رغيف وانا مدخلاه في قلب بعضه، فتحفه تحفه تحفه، مش عايزه اقول لك طعم خطير. وادي الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده بتاع الساندوتشات بتاعتي. كملي الكميه بتاعتك واعملي ساندوتشاتك وخدي ولادك واخرجي، ما تاكليهمش تاني من بره. اتعودي تعملي لهم حاجاتهم في البيت. واحلى لايك واحلى كومنت من ايديكم، وتسلموا لي، وان شاء الله في جديد.